لو هنتكلم على أضرار الألبان، فأضرار الألبان كثيرة برضو، عشان كده دكتور ضياء منعها من النظام. الألبان بتسبب في الغازات الكثيرة وانتفاخ البطن وتشنجات البطن، وبتسبب في إسهال وغثيان، وبتبقى سبب في التقيؤ. ده بالنسبة للألبان. فالألبان طبعا بتبقى يعني برضو مشاكلها كتير في موضوع هضم الكاسين اللي الدكتور ده اتكلم عليه، وده بيبقى صعب في الهضم، فبيبقى بيعمل مشاكل على القولون، وبيبقى لود زيادة على المعدة. فعشان كده كان لازم ان هو يتمنع من النظام يعني بالعقل. والمعلومات دي كلها يا جماعة احنا جايبينها من الجوجل. اللي عايز يخش يتأكد من المعلومات دي هيلاقي فعلا ان الامراض دي كلها مذكورة وموجودة في جوجل. فبرضو بالنسبة للجبنة القريش برضو ليها مشاكل كثيرة برضو، وبتبقى صعبة في الهضم أصلا. البيض برضو لو هنتكلم عليه بيبقى ليه أضرار كتير. بيرفع الكوليسترول الضار، وبيزيد فرص الإصابة بالسكري، ويسبب التسمم الغذائي، ويزيد فرص حدوث التلوث البكتيري، ويسبب الحساسية الغذائية، وبيزيد فرص الإصابة بالسرطانات. أعزكم الله. نسمع الدكتور. اللبن ومشتقاته، كل الديري برودكتس، لبن، جبنه بيضاء، لبنه، زبادي، كريمر، 3 ان 1، 2 ان 1، الرايب والقريش. والقريش اقذر ماء انجبت البشريه. لا عشان هو جايبها اقذر بتعفن في الثلاجه استاذه. الجبنه بتعفن في الثلاجه يعني بريمه لا، وفي خضار بيحصل فيها. دي لو قعدت في معدتك كتير، اللي هو ايه كتير؟ اللي هو كتير قد ايه؟ سمعت؟ لا 6 ايام وشم ريحه الجبنه القريش. فعلا بتغير 6 ايام يا مدام وشم ريحتها باظت. خلاص ادي الالبان يا باشا. البيض بكل مشتقاته، مسلوق ومقلي وشكشوكه وبيض بالبسطرمه.